وطن وأغلى وطن، والله خلقنا فيه الغير. أطفالنا شاقوا نحن، وأساسنا قدر كبير، وأساسنا قدر كبير. وجهرا مددنا له الأيدي وفاء وبيعة، وفي مسمع الدنيا نرددها جهرا. مهما مر من جائحات أو ليال مظلمة، عندنا تصفو الحياة والوطن كالركب. مهما مر من جائحات أو ليال مظلمة، عندنا تصفو الحياة. الكل تاريخ ساعد، تاريخ ساعد، عاد جوال دمر مسعد، تحيا خذ النشيد الوطني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. سعادة محافظ محافظة أبو عريش الأستاذ شاهر بن شهاب الجنفاوي، سعادة رئيس رابطة الرواد الكشفية الأستاذ الدكتور عبد الله بن سليمان الفهد، سعادة الشيخ عقلة بن علي العنزي، مدير مكتب رواد كشافة أبو عريش الأستاذ محمد بن موسى حكمي، مدير مكتب رواد صبيا الأستاذ محمد أبو الفضائل، الحضور الكرام، أيها الحفل الكريم. يعد اليوم الوطني مناسبة وطنية عظيمة يحتفل بها أبناء المملكة بكل فخر واعتزاز، تخليدا لذكرى توحيد الملك المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه. هذا اليوم ليس مجرد احتفال، بل هو رمز للوحدة والإنجازات التي حققتها المملكة على مر السنين، ويعزز في نفوس المواطنين مشاعر الانتماء والفخر. اليوم الوطني ليس مجرد احتفال، بل هو مناسبة لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء للوطن الغالي. سعادة محافظ أبي عريش حفظه الله، سعادة رئيس رابطة رواد الكشافة في المملكة العربية السعودية، إن حب الوطن نعمة من الله، بها تستقر نفوس الساكنين وتطمئن قلوب القاطنين وتتحرك للعمارة والتنمية. ونحن في مملكتنا الغالية المملكة العربية السعودية، وعندما تشرق الشمس الأول من الميزان تحل الذكرى الكريمة لليوم الوطني لمملكتنا بما تمثله من مشاعر الحب ومظاهر الاحتفال، ليعبر بها الإنسان عن تقديره لملاحم بطولة التأسيس وجهود العطاء ومواصلة البناء الذي بدأه مؤسس كيان هذه الأمة المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز
بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، والذي استطاع أن يؤسس الدولة ويوحد كلمتها لتكون تحت راية واحدة تحكم بشريعة الله، تسير وفق منهج محدد ورؤية واضحة صار عليها أبناؤه البررة الملوك من بعده ليكملوا ما بدأه المؤسس من مشوار التطور الذي تشهده مملكتنا الحبيبة من خلال المشاريع العملاقة والخطط الطموحة والتنمية الشاملة والقفزات النوعية. وما رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلا خير شاهد على حرص قادتنا على نمو وازدهار وطننا ورفاهية أبناء الشعب السعودي الكريم. إنه يوم تنبض فيه قلوبنا بالفرح، يوم يبعث في النفوس الأمل والقوة والفخر، يوم للاعتزاز بماضي هذا الوطن وللفخر بحاضره الجميل، ويوم نجدد فيه العهد على المضي قدما نحو تحقيق أهدافه السامية. ولعلنا في مكتب رابطة رواد أبي عريش ومكتب صبيا نحتفي بهذه المناسبة العزيزة، نستشعر أمانة المسؤولين التي تمليها علينا رسالتنا التربوية نحو ناشئة الوطن من أبنائنا وبناتنا في ربطهم بمكونات وطنهم والسعي لصونه والحفاظ على وحدته والذود عن حياضه وتعزيز قيم الولاء والانتماء وتربية عقولهم على معالي الأمور وسمو المقاصد. أصدق التهاني والتبريكات نرفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ولسمو أمير منطقة يازان ولسمو نائبه حفظهم الله جميعا ولحكومتنا الرشيدة وكل أبناء هذا الوطن بهذه المناسبة. وفي الختام شكرا لمحافظ أبي عريش الأستاذ شاهر على حضوره ورعايته لحفلنا الوطني، والشكر موصول لسعادة رئيس رابطة رواد الكشافة السعودية البروفيسور عبد الله بن سليمان الفهد، والشكر لراعي المناسبة الراعي الذهبي لحفل رواد أبي عريش وصبيا وفتح باب الاستقبال من الشيخ عقل العنزي لهذه المناسبة واستقبال أبناء الوطن في هذا الكرنفال. والشكر موصول لمن كانت له بصمة وإخراج هذا الحفل من رواد كشافة صبيا وأبو عريش. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرى تعود وموعد يتجدد، قصيدة شعرية للشاعر الأستاذ حمد بن محمد حكمي، فليتفضل. ذكرى تعود وموعد يتجدد ورؤى تلوح وقصة تتجسد وملاحم تشتد في عمق المدى ما زال يذكرها القصيد وينشد، ما زال يذكرها الزمان مرددا الله أكبر وقعها يتردد، خفقت بسمع الكون فانسلخ الدجى من ثوبه وانزاح ليل أسود، وعلى جبين الشمس تلمع راية ومواكب تعلو ومجد يولد،
يمتد في أفق الزمان مسيرة كبرى يكللها الضياء ويرفد وطني، وينبثق الصباح مشاعلا فوق الشموس، وأمة تتوحد. ويوشح التاريخ أبهى حلة للمجد، والنور المسطر عسجد. عبد العزيز وللشموخ مآثر تزهو الحروف بعطرها وتقلد. عبقت بسيرته القلوب، فللشذا عطر يفوح وسيرة تتخلد. عبد العزيز مؤسس الوطن الذي صان الهدى حرما وبيتا يقصد الأمن والإيمان في أرجائه والنور في جنباته يتوقد. الله أكبر، والتقى في حضنه من كل فج محرم وموحد. حرية عظمى يصون جلالها شرع ومعتقد ورب يعبد. عبد العزيز وترتقي من بعده للمجد كوكبة، وحكم يرشد من قائد فذ، تسير لقائد فذ وتحملها يد وتشيد. واليوم تحتفل الجهات بموطن سكن القلوب، وكل نبض يشهد سلمان. وانطلقت معالم رؤية عرابها البطل الهمام محمد. لاحت بشائرها وأشرق فجرها، من ذا يقاوم والطموح الفرقد. تمضي على درب النجاة يظلها نخل وساقية وسيف أجرد. السلام عليكم. نترككم الآن مع فرقة السمو الإنشادية والاستعراضية. أطفالنا شاقوا نحن وأساسنا قد راكبين.
أترككم الآن مع كلمة رئيس رابطة رواد الكشافة السعودية الأستاذ الدكتور عبد الله بن سليمان الفهد، فليتفضل مشكورا. مثل السيوف الفواكه والرجال يضربها دائما قدام الله. مثل السيوف الفواكه والرجال يضربها دائما قدام الله. بهذا اليوم الوطني الذي نعبر به عن شكرنا لله سبحانه وتعالى، ثم شكرنا لحكومتنا الرشيدة التي أعزها الله، ثم أنني أشكر أمير منطقة جازان وأشكر جازان، فله منا كل التحايا والتقدير. ولرواد الكشافة خاصة في أبي عريش وصبيا الذين أحيوا هذه الليلة الوطنية بهذا الحفل المبارك، وأيضا البراعم والزهرات التي رأيناهم قبل قليل وقائدتهم على هذه الفقرة التي تعكس الفرح والسرور. الشكر لكم أيها الحضور جميعا، ونلتقي دائما على حب هذا الوطن وعلى الاحتفال بهذه المنجزات. رعى الله حكومتنا وحفظها وحفظ الله بلادنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سلمان الزعامة وشبلها اللي كل نصرنا يحرزه، وعاد عيده أهل الشجاعة والكرامة، جيشنا اللي كل نصرنا تحرزه، من شماله الشرق للغرب التهامها، الوطن واحد بكلمها موجزها، يا دعانا قائد الدار وإمامها، العلم براسه طويلها نركزها، خبر العائلة ولباسه الأعمامها، كسرته ما هي علينا معجزة. خادم البيتين سلمانة المهابة، عز منه في جنابها يستجير، وشبلها الزيزومة حلال الصعابة، ذاك ابن سلمانة يا نعم الشويرة، كلنا دون الوطن درع وحجاب، نرخص الأرواح باليوم العسيرة. نحلم ونحقق كلمات الشاعر أحمد حجرين، أداء عبد المنعم الحازمي، عمادي إسماعيل، حيدر مناع، يحيى معافى جومان، رؤية فنية وإخراج إسماعيل معافى، إشراف عام مكتب رواد صبيا وأبو عريش. خفقت بفخر والصباح لهانتي، تحكي بقدرتها فتون المشهد، سمقت تشير إلى السلام بلحظها، وتمد كفا للعلا والزؤدد. هذه بلادي، هذه بلادي بالشموخ توشحت، تبني لحاضرها ليبسم للغد، وعلى الحدود لها بريق ساطع، طمست وضاءته ظلام المعتدي. وجئنا جميعا نرفع الراس عاليا، ونصدع في أرجاء موطننا فجرا، أتينا لنعلي راية العز من هنا، لتصعد في الآفاق شامخة خضرا. إلى هامة الجوزاء تسعى ركابنا، وتمضي ولو كان الطريق لها وعرا. إلى هامة الجوزاء تسعى ركابنا، وتمضي ولو كان الطريق لها وعرا. ونكتب للتاريخ عن وقفة الفداء، ونفني لليل العز والسؤدد العمرا. ونكتب للتاريخ عن وقفة الفداء، ونفني لليل العز والسؤدد العمرا. وجئنا جميعا نرفع الراس عاليا، ونصدع في أرجاء موطننا فجرا، أتينا لنعلي راية العز من هنا، لتصعد في الآفاق شامخة خضرا.
وسلمان تاج الملك والحزم والبناء نباهي به الأفلاك والأنجم الزهرة وسلمان تاج الملك والحزم والبناء نباهي به الأفلاك والأنجم الزهرة مددنا له الأيدي وفاء وبيعة وفيما اسمع الدنيا نرددها جهرا مددنا له الأيدي وفاء وبيعة وفيما اسمع الدنيا نرددها جهرا جميعا نرفع الراس عاليا ونصطاع في أرجاء موطننا فجرا أتينا لنعلي راية العز من هنا لنصعد في الآفاق شامخة خضرا لنصعد في الآفاق شامخة خضرا لنصعد في الآفاق شامخة خضرا إدارة قصر النورس خالد عقل العنزي الأستاذ محمد حسن جغدمي الأستاذ الدكتور عبد الله الفهد لنا ولابو عريش والمكتب. الله يجزيه خير دائما زيارات ما تنقطع علينا. كل الشكر لمحافظنا الغالي على تشريفنا في هذه الليلة شاكرين له حسن إجابة الدعوة.